اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الفهيم. اتكلمنا قبل كده كتير عن فيزا ريدود باي الافتراضية او شركة ريدود باي، وقلنا ان الفيزا دي فيزا مميزة جدا، وبتقدر من خلال الفيزا دي انك انت تشتري اونلاين من بره مصر، او تقدر كمان تجدد الدومين بتاعك، تجدد البرامج الشهرية بتاعتك، تشتري من امازون، تشتري من اي موقع وتربطها كمان على جوجل بلاي، وتقدر كمان تعمل بيها اعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك والانستجرام والتيك توك. وجربناها والفيزا شغالة زي الفل، وكمان تقدر تفعل بيها باي بال، تفعيل دفع فقط. وقلنا ان الفيزا ديت هي الخيار الامثل للناس دلوقتي داخل مصر بعد ايقاف جميع الفيز من الدفع بره مصر. وتقدر بكل سهولة انك انت كمان تشحن الفيزا ديت بفلوس عن طريق منصة باينانس لتداول العملات الرقمية، وبتدفع لهم فودافون كاش وبتشتري الدولار، وبتحول بعد كده الدولار ده الى فيزا ريدود باي. شرحنا الكلام ده كله واتكلمنا عنه كتير. جاي لكم بقى انا النهارده وبقول لك انك انت تقدر تشتري الفيزا في اوقات معينة بنسبة تخفيض توصل ل50%. سعر الفيزا بيكون $10 سارية لمدة 3 سنوات، ولكن في أوقات معينة داخل تطبيق ريدود باي بيسمح لك إنك أنت تشتري الفيزا ب5 دولار مش 10 دولار. وخد بالك من حاجة مهمة اتسألت عنها كتير: ال5 دولار الهدية اللي انت هتاخدهم بعد ما تسجل من الرابط اللي انا هسيبهولك اسفل الفيديو في وصف الفيديو، دول ما ينفعش تفعل بيهم الفيزا. انت بتاخد ال5 دولار دي وبعد كده بتشحن فلوس، وبعد كده بتفعل الفيزا وبتشتريها، وبعد ما تفعل الفيزا وتشتريها تقدر انك انت تشتري اي حاجة او تعمل اي حاجة، اي معاملة في اي موقع حول العالم عن طريق ال5 دولار اللي انت خدتهم هدية. يعني معاملة مشتريات، تقدر تشتري من نون، تقدر تشتري من امازون، تقدر تشتري من اي مكان، تقدر تفعل اي برنامج ب5 دولار. طيب لو انت مثلا عندك برنامج عاوز يتفعل ب10 دولار، هتحط 5 على ال5 الهدية وهتفعل بيها البرنامج، هيشتغل معاك زي الفل من غير اي مشاكل. المشكلة الوحيدة ان ال5 دولار الهدية ما ينفعش تسحبهم على باينانس، وما ينفعش تشتري بيهم الفيزا. غير كده مسموح معاك اي معاملة بيتقبل معاك ال5 دولار الهدية من غير اي مشاكل. يلا بينا بقى دلوقتي نشوف الاوقات اللي محددها تطبيق ريدود باي، وبيقول لك عليها انك انت لو دخلت اشتريتها في الاوقات دي هتحصل على نسبة خصم توصل ل50%. وانا شايف ان انت كده تعتبر وفرت ال5 دولار الهدية، لان انت اول ما هتسجل من الرابط اللي هسيبه لك اسفل الفيديو هتحصل على 5 دولار هدية. هتشحن 5 دولار او 6 دولار بالكتير، وبعد كده تستنى المواعيد اللي كاتبينها لك تشتري بيها الفيزا ب5 دولار. يبقى انت كده عندك 5 دولار هدية اشتريت بيهم الفيزا، وفي نفس الوقت انت تعتبر ال5 دولار الهدية هتشتري بيهم من اي موقع من الانترنت وكده. يبقى انت كده خدت ال5 دولار بتاعتك اللي انت شحنتها في البداية، يبقى انت شحنت الفيزا مجانا من غير اي فلوس، واشتريتها مجانا من غير اي فلوس، وهتفضل سارية معاك لمدة 3 سنوات. تفعيل الفيزا وتسجيل الدخول وعمل الحساب وتوثيق الهوية والكلام ده كله هسيب لك اسفل الفيديو برضه قائمة تشغيل كاملة انا شارح فيها الفيزا. لو ما لقيتهاش او ما عرفتش توصل لها ادخل على القناة بتاعتي، هتلاقي قائمة تشغيل مكتوب عليها ريدود باي او شرح ريدود باي من الالف الى الياء. فيلا بينا بقى نشوف الموضوع. بس ما تنساش في البدايه تدعمني باشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل، واعمل لايك وشير للفيديو ده، ويلا بينا نخش على الموبايل ونشوف الكلام. لو دخلنا كده هنا في القائمة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي على الاختيار ده، هيبان معانا التخفيض اللي هو 50%. آلية عمل بقى التخفيض ده اللي هو ازاي؟ بيقول لك هنا التطبيق ان شاء الله الساعة لما توصل 12 بتوقيت مصر هيتم شراء الفيزا ب5 دولار زي ما انتوا شايفين بدلا من 10 دولار. تمام؟ يبقى انت تستنى لحد ما الوقت ده يجي الساعة 12 الا 5 كده، 12 الا 10، تكون محضر نفسك وحاطط فلوسك على التطبيق ومشحونة وزي الفل، بحيث ان اول ما تيجي الساعة 12 هتلاقي خيار الدفع ده اللي هو جيت ات ناو ده اتفتح عندك باللون الاحمر، تقدر انك انت تضغط عليه وتشتري الفيزا.
خد بالك كويس جدا ان المواضيع دي او المواعيد دي بتكون الكروت فيها كروت محدودة، ما بتبقاش مفتوحة كتير، هي بتتفتح لمدة ساعة واحدة فقط، او حتى نفاذ الكمية اللي هم عارضينها في خلال الساعة دي. تمام. طيب ممكن تلاقي احد الناس يدخل يشوف الوقت، او مثلا ما يلحقش الساعة 12 الظهر، يدخل مثلا 12 ونص ولا حاجة، تلاقي هنا مكتوب كلمة سولت اوت، ان هي خلاص خلصت. تمام. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان هم خلاص باعوا الكمية اللي هم كانوا طابحينها في الوقت ده. تنتظر لحد الوقت اللي جاي. الوقت اللي جاي بيكون الساعة 4 بتوقيت مصر، نفس الموضوع. قبل الساعة ما تيجي 4 لازم تدخل وتشيك على رصيدك، ويكون معاك رصيد USDT بعيدا عن رصيد $5 الهدية زي ما اتكلمت في أول الفيديو. طيب بعد كده تقدر تشتريها بنسبة تخفيض 50%. الوقت اللي بعديه بيكون الساعة 8 مساء، نفس الكلام برضو. لو يعني ما لحقتش وقت من الأوقات دي تقدر تنتظر الوقت اللي بعديه. بكده انت لما تشحنها، لما تشحن $5 وتشتري الفيزا لمدة 3 سنين ب$5، وانت اصلا واخد هدية من التطبيق $5 قابلين للشراء، يبقى انت كده وقفت عليك الفيزا مجانا بدون اي رسوم خالص. تمام. هي دي بس المعلومة البسيطة اللي انا حبيت افهمها لكم عشان خاطر الناس اللي لسه ما اشتركتش تشترك ويعني تلحق العرض ده، لان العرض ده يا جماعة بيكون لفترة محدودة وبعد كده بينتهي وبترجع تاني $10 زي الاول. زي ما انتوا شفتوا كده الموضوع ما فيهوش اي مشاكل. الساعة 12 والساعة 4 والساعة 8. خد بالك كويس جدا ان انت لازم تكون قبلها محضر الفلوس على الفيزا عشان خاطر يعني على التطبيق، يعني عشان خاطر اول ما بتنزل المواعيد دي بتلاقي ضغط شديد موجود على الشراء، فتلحق انك انت تشتري لانها بتبقى كمية محدودة، وممكن في اي لحظة يكتب لك سولت اوت ان هو خلاص الكمية دي خلصت، فتضطر بقى تستنى الميعاد اللي بعديه. ولحد هنا كانت نهاية الحلقة بتاعتنا. ارجو ان انت تكون استفدت من الحلقة، ولو وصلت لحد هنا يبقى انت من المتميزين. اكتب لي تحت في التعليق انت توصل لحد اخر الفيديو، واعمل لايك وشير للفيديو. ولو مش مشترك عندي في القناة شرفني باشتراك في القناة، وانت بتستفاد من معلوماتي. اشوفك ان شاء الله في يوم جديد وفي معلومة جديدة.